طبعا ورا هذه هسه الشغل هنا بالحديقة لازم ارجع احضر نفسي انه معزومة بيا صديقتي هم راح اصور هناك ان شاء الله على الغداء، وراح تشوفون مكان كلش حلو، بيت كلش حلو ما شاء الله لا قوة الا بالله، مشترين بيت فاليوم كلش حلو راح يكون. طبعا شنو ما شاء الله لا قوة الا بالله، هو نبارك لها على البيت يعني، فمشترين بيت ما شاء الله كلش حلو، منطقة كلش حلوة ما شاء الله، فهسه بشوف يعني اسمع الهوسة الكل تحكي. السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ يا رب بخير وصحة وعافية وسلامة. اليوم جيت للمزرعة، المزرعة السعيدة. هسه دا اشتغل لانه الخريف بدأ واشياء هواية لازم نسويها ولازم نرتبها، لازم نحضرها للسنة الجاية ان شاء الله. فتعالوا وياي نشوف اليوم شنو راح اسوي. هاي اهم شي هسه، وهذولا كلش مهمين للركبة تنشد حتى من واحد يقعد بالقامات. وشوف طبعا هذه اخذ بها الثمار اللي لازم اشيلها، مثلا بقى هسه هاي الاشياء الخيار ما خيار، هذه الاشياء لازم اشيلها ليش بعد ما ينطي خلص يعني ها هي، فلازم تنشال. هذا البال او الطبلة او يعني شو نسميها، هذه ان اقعد عليها همينة وافتر واشتغل على كيفي، لانه واحد يصير عنده يعني الام بالظهر برجله شيء، فهاي اشيلها كلش سهلة الاستعمال، اشيلها واخليها واشتغل اخليها واشتغل. فيلا تعالوا وياي هسه عندنا كوم وشغل. هاي دا اخذ الفلفل انواع، طبعا الفلفل اكو هذا الكروي وهذا الاحمر، وبعد طبعا دا احوش لانه بعد خلاص ما يصير يعني اكثر من هيك، لانه بعد دا يورد حرامات، لكن بسبب البرد والمطر فبعد ماكو يعني ما يصير حصاد. فهذا طبعا هو ما اذبه، اكيد ما اذبه الشتلات يعني مستحيل ما اذبها كليتها، يا اما احفر لها حفره بالقاع واغطيها اخليها بيها واغطيها بالتراب، او فد باقي صندوق او اي شيء عندكم تجمعون بهذا وبين طبقه وطبقه تخلون تراب شويه ترشون. السنه الجايه ان شاء الله يصير سماد هذا، او ممكن ياخذ سنتين اذا هوايه كلش تراب قليل، لكن اكيد ان شاء الله السنه الجايه يكون سماد هو، او يكون تراب تقدرون تزرعون به وطبيعي كليته وزين، فما ينذب هذا حرامات. بس اطلع من عنده الحشائش الضاره الادغال كلها اشيلها، مثلا هذه تنشال تنذب على جهه، ليش؟ لانه هاي اذا تبقى وياهم راح تنبت مره ثانيه، فلا هذه تنشمر تروح. ونكمل هاي بقى مثلا هسه هاي شكل اشيلها، انفضها من التراب، اشيل الثمار مالتها واخليها هنا. طبعا شنو أنا بيا طبعا هم يعني من أجني الثمار، يعني مثلا سواء طماطة أو فلفل أو يعني أي شيء، أي نبتة. هسه هذه دائما أشكرها، أشكر النبتة، يعني أقولها شكرا إنه طلعتي، وشكرا إنه انطيتيني أنتي حصاد من عندك، أفرح كلش. وأشكر طبعا رب العالمين إنه يسر هذا الأمر ونجحت في هذه الزراعة وحصلت يعني الحمد لله رزقني يعني ثمار من عندها. فيعني فعلا أحكي وياها إن النبات والأرض وكل شيء يشعر بالمحبة، يشعر بالكلام الطيب. ففعلا أقصد إنه من أشكرها للنبتة، شكرا حبيبتي إنه هيتي وانطيتيني وسويتي لي، وشكرا لله سبحانه وتعالى طبعا أكيد أولا وآخرا. فشي كلش حلو، كلش شعور حلو، وفعلا فرحت هسه بيها هذه. كل ما نشكر ونحمد رب العالمين يزيدنا من خيره وبركته. لئن شكرتم شنو يا رب العالمين لأزيدنكم، قلنا وعدنا يعني هذا وعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فيا ربي لك الحمد والشكر دائما وأبدا. هسه وقت القهوة، بسم الله أقعد أستمتع بالقهوة. وهسه أوصلها. طبعا وخلصت هسه الكولوني وجيت على بيت صديقتي مثل ما قلت لكم، معزومه هنا على غدا ومجموعين احنا الصديقات كليتنا، ونطلع الناس هسه وصلنا. وهاي زنود الست، حتى زنود الست شغل بايدها يعني ما شاء الله. وهذا الغداء والهوسه مال بنات كلهم يحجون، وهذا المنديل يخبر. عاشت الايادي، يلا عيني تفضلوا. شكرا. لا حبيبتي ماكو تقصير. بعد هوسه شنو هاي؟ وهاي هسه فقرة غسل الماعين، وهنا الجماعة يتعاركون على الغسل.
يلا هسه من راح تغسل معين؟ رنا اغسل اني. لا يلا ها ليش؟ حتى فاقر يقول لك لا ما تغسلين. تعالي بحط لك منديل. لا تسلمين والله حكي هذا المنديل تسلمين عشان ايدك لا تاكلوه. ما ناكله كله وسط. وطبعا شنو ما شاء الله الاكل ثاني خبل، كل شيء طيب، كل شيء حلو. الكل طبعا يسالوها ايش وقت لحقتي تسوين الاكل؟ هي موظفه وكلنا هنا الحمد لله كلنا، يعني حتى ليش اجينا اليوم يوم سبت؟ لانه الكل يشتغل فصعب انك تاخذ اليوم، يعني يكون شويه اصعب، فالكل يسالون شلون لحقتي تسوين هذا الاكل كليته؟ ايش وقت لحقتي؟ ايش وقت سويتي؟ فقلت لهم يعني مع احترامي لكل الجنسيات، المراه العراقيه يعني ما شاء الله عليها كل فخر. فحلو ما شاء الله، المنطقه حلوه والمكان حلو. فطبعا لازم نصائح مع الحديقة أكون أنا مشاركة بيها. هسه تقولي ننزل نشوف التفاحة، هاي تفاحات يلا نقصوها هم يعني. فما شاء الله إطلالة جدا جميلة ما شاء الله، يا رب يبارك لهم بي ويجعل عتبة خير عليهم إن شاء الله يا ربي. كل واحد يرجع لمكانه. هذا هسه الحلو. أبد ما دز. جنسي يا بنتي. اي طبعا مش حبابه بس ان شاء الله تعرفوا يعرفوها البنات خبل شوفوا هذا شنو؟ عرش ماي ايش قد حلو مع العراق. حتى زنورست هي مسويتها تجنن. بس هاي زنورست ايه انا احب اتعلم يعني صراحه، فمثلا تشرح لنا عليها. تعجبني اتعلمها يعني. شوفيها باليوتيوب. لا بلا يوتيوب. يا يوتيوب احنا يوتيوباوة. ادور يعني مثلا مندي عجبني من غاده سوته فتعلمته، وكل واحد يعني ترى كل واحد هم سويتها حلوه، تخاف ما تحب الحلوه. عاشت ايدش تخبط. طبعا رجعنا البارحة تعبانين بالليل، لكن شنو كنا طاقة واستعداد للأسبوع عمل جديد وأيام جديدة. سبحان الله النفوس من تلتقي، نفوس طيبة محبة تحب الخير لغيرها. أكيد سبحان الله بلقاء هذه النفوس الطيبة تتجدد الطاقة وتتجدد المحبة وتتجدد النشاط. رسالة حبيت أوصلها إنه كل واحد أو وحدة يقولون إحنا بالغربة وإحنا بالغربة، ترى الغربة أحيانا واحد يحس بها حتى لو ببلده وبين أهله وناسه. السعادة وهاي الحياة الحلوة أنت من تصنعيها. فلا تقولين أنا بغربة وأنا وحدي، والله يعني أحيانا واحد وحده بمكان لكن تكون عنده حياة حلوة، يتعرف على ناس طيبين. فهذه الغربة يعني لا تقولوا لي إنه إحنا برا إحنا نشعر بغربة، لا. مثل ما قلت لكم أحيانا الناس ببلدهم وبين أهلهم وناسهم يشعرون الغربة. فالحياة الحلوة إحنا من نصنعها وإحنا اللي نسويها وإحنا اللي نعيشها. لكن لازم نعرف شلون نعيشها وشلون نلقى هذه الحياة الحلوة ومع منه. طبعا أكيد مو سهل يعني إنه واحد يلقى الصحبة الطيبة والناس الطيبة والهذه اللي تشبهه بروحه، تشبهه بحياته، تشبهه بتصرفاته، ما يحتاج يتغير ويتلون حتى الناس تحبه أو ترضى عنه. القوا من يشبهكم واصنعوا سعادتكم ونفسكم وطبتم وطابت كل أوقاتكم.